مرحبا بكم على القناة الناطقة بالعربية التابعة لقناة أخبار البلاد من حسان إلى تلمسان. يبدو أن قضية الطبيب العسكري أصبحت تثير اهتمام على أعلى مستوى بالمغرب بدخول وكيل جلالة الملك على الخط، حيث وضح الوكيل العام بطنجة ملابسات وفاة الطبيب العسكري السابق مراد الصغير. بالفعل كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة اليوم عن ملابسات وفاة الطبيب العسكري السابق مراد الصغير الذي توفي يوم 12 نوفمبر الماضي بمدينة طنجة. وجاء في البلاغ أن النيابة العامة فتحت بحثا فور علمها بالوفاة، وذلك لتحديد هوية المتوفي وظروف وفاته، حيث تم انتداب مصلحة التشخيص البيومتري التابعة لمعهد العلوم والأدلة الشرعية للأمن الوطني لإجراء التحريات التشخيصية الضرورية، كما تم الترخيص بأخذ عينات من الحمض النووي من لعاب المتوفي بغرض إجراء المطابقات الجينية اللازمة للكشف عن هويته. وأسفرت هذه التحريات عن تحديد هوية المتوفي، وهو المسمى قيد حياته مراد الصغير، مغربي الجنسية، ولد بتاريخ 4 شتنبر 1968 بطنجة. كما تم إجراء تشريح طبي على جثة المتوفي عهد به إلى لجنة طبية ثلاثية، والتي خلصت إلى أن الوفاة طبيعية وسببها احتشاء في عضل القلب بسبب تضيق الشريان التاجي الأيسر، والذي نتج عن نزيف في المعدة بسبب التهابات متعددة التقرحات. كما خلصت إلى عدم وجود أي أثر للعنف أو ردود على جثة الهالك. وتعميقا للبحث تم الاستماع للطاقم الإداري وللطبيب الذي تابع حالته الصحية، حيث تأكد بأن المتوفي حضر بتاريخ 11 نوفمبر 2023 المنصرم وهو في وضعية صحية حرجة بسبب ضيق في التنفس، مما استدعى وضعه بقاعة الأكسجين بقسم المستعجلات قبل نقله إلى قاعة رفع الصدمات التي فارق فيها الحياة رغم الجهود التي بذلها الطاقم الطبي المداوم. وحرصا على تحديد جميع ظروف وفاة الهالك المذكور، تم الاستماع إلى جميع الشهود الذين شاهدوه أو عاينوه، فتبين أن الهالك سبق نقله إلى نفس المؤسسة الاستشفائية على متن سيارة الوقاية المدنية بتاريخ 8 نوفمبر 2023 وهو في حالة صحية متدهورة، بعدما عثر عليه بالشارع العام، حيث تم إسعافه بالأكسجين وغادر بعد تحسن حالته دون أن يدلي بهويته في سجل المستشفى. الأمر الذي تم تأكيده من طرف عناصر الوقاية المدنية الذين تكلفوا بنقله في ذلك التاريخ. وبعد الاستماع إلى شقيقة الهالك وإجراء عمليات التعرف اللازمة، تم الإذن بتسليم جثة المتوفي لعائلته التي باشرت إجراءات الدفن بتاريخ فاتح دجنبر 2023. وخلص البلاغ إلى أن البحث لا زال جاريا في الموضوع.